في سؤال ناس كتير دايما بتسأله، هل الطيار فعلا ممكن ينام وهو سايق الطيارة؟ يعني احنا ممكن نكون طيارين فوق السحاب واللي سايق الطيارة ممكن يكون نايم؟ طيب ازاي؟ وايه اللي بيحصل وقتها؟ النهارده هنجاوب على السؤال ده، واللي هتسمعه ممكن يفاجئك. بص، الحقيقة ان الطيارين فعلا بيناموا اثناء الرحلة، بس مش بالمعنى اللي في بالك. يعني مش بيناموا ويسيبوا الطيارة تمشي لوحدها كده وخلاص، لا، ده الموضوع منظم جدا وبيحصل تحت رقابة صارمة من شركات الطيران وهيئات السلامة. وخلينا اشرح لك. فمثلا في الرحلات الطويلة اللي بتعدي 8 او 10 ساعات، عادة بيكون في اكتر من طيار واحد على الطيارة، ممكن يبقوا 3 او 4. فواحد بيقود والتاني بيساعده، والتالت والرابع بيرتاحوا في منطقة مخصوصة ليهم ورا كابينة الطيارة اسمها الريست اريا، ودي اوضه صغيره فيها سراير مخصوصه لطاقم الطياره. فلما الطياره بتكون في مرحله الطيران المستقر اللي هو بعد الاقلاع وقبل الهبوط، بيبقى مسموح للطيارين انهم يناموا وقت معين، بس بشرط ان الطيارين التانيين يكونوا صاحيين ومتحكمين في الطياره. فلو الرحله طويله زي مثلا من دبي لامريكا، فالطيارين بيتناوبوا على النوم ما بينهم، اتنين يناموا واتنين يتحكموا في الطياره. لكن في الرحلات القصيره لا، مفيش نوم، الطيار بيبقى صاحي وفايق طول الوقت، لان المده كلها 3 4 ساعات. كمان في حاجه اسمها الكنترول ريست، وده معناها الراحة المسموحة والمراقبة. الطيار لازم يبلغ المساعد والطاقم الأرضي قبل ما يرتاح، ولو في حالات نادرة جدا والطيارين ناموا بدون ما يقصدوا، وده حصل فعلا في حادثة شهيرة ممكن نبقى نعمل عنها حلقة، فالطيارة ما بتقعش ولكنها بتفقد الاتصال بالطاقم الأرضي، فبيبدأوا ينادوا على الطيارين لحد ما يصحوا ويردوا عليهم. ولكن دي حالات نادرة جدا وبيتعاملوا معاها بصرامة شديدة. فالإجابة البسيطة أيوة، الطيارين بيناموا أثناء الرحلة، بس بشكل منظم وآمن عشان يقدروا يكملوا باقي الرحلة ويكونوا مركزين بنسبة 100%. وفي الآخر الطيارة مش زي الميكروباص اللي ماشي على الخط، لا، ده كل حاجة فيها محسوبة بدقة شديدة.